بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أعزائي الطلاب دفعة 2024 اللي بيسألوا كتير جدا جدا عن الجسم، وعايزيني أنا أو أي مدرس تاني في أي مكان تاني، عايزين المدرس يقول لهم حاجة واحدة: اقسم أو ما تقسمش. فالنهارده هنتكلم في نقاط معينة ونقاط ثابتة كده لازم تكون عارفها كويس، وعارف ليه المدرس ما بيقولكش كده، وعارف ان القرار ده قرارك انت. هقول لك ازاي، ومن خلال الفيديو ده هتقدر تاخد قرار، يا اما هتقسم او مش هتقسم. فاحنا تعالوا نتفق على اول نقطة اساسية، اول نقطة لازم تكون عارفها، ودي السبب اللي بيخلي المدرس ما يقولكش اقسم او ما تقسمش بشكل واضح، او معظم المدرسين يعني. ايه اول نقطة؟ اول نقطة ان الجسم ملهاش قاعده ثابته. ملهاش قاعده ثابته، وهي لو ليها قاعده ثابته كانت كل الناس جسمت. واحنا كنا قلنا للدفعه بتاعت 2024 اقسموا كلكم، كنا نخلي السنه الجايه كده فاضيه، محدش يدخلها غير اللي هم قاعدين السنه واللي جاسمين من السنه دي. في ناس كتير جسمت والجسم جابت نتيجه معاهم قويه جدا، وبالمنطق كده لو هم كانوا ما جسموش كانوش وصلوا للمجموع اللي هم وصلوا له، يبقى الجسم نفعتهم جدا. وفي مجموعه الجسم مجرد تضييع سنه زياده بالنسبه لهم. يبقى النقطه الاساسيه لازم تكون عارفها وحاططها في دماغك، ان الجسم ملهاش ايه؟ ملهاش قاعده ثابته. حلو. طيب انا بقى مطالب بايه عشان اعرف الجسم تنفعني ولا لا؟ ركز معايا. 3 نقاط اساسيه تكون عارفها. 3 نقاط عشان تقدر تاخد القرار ده. اول نقطه: انت كطالب، طالب مهمل ولا ملتزم ومجتهد؟ طالب بتحب المذاكره ولا لا؟ وما تقوليش انا ناوي، لا، احكم على اللي فات. اللي فات هو المرايه بتاعتك. اللي فات هو المرايه بتاعتك. ما تقوليش هبدا صفحه جديده، ما انت مش ضامن بقى صفحه جديده تستمر معاك شهر، حماسك ده اخره شهر وبعد كده ترجع زي الاول. فانت احكم على اللي فات. هل انت كطالب مهمل؟ لو مهمل خدها في سنه واحده واخلص منها. شوف انا بقول لك اهو، لو انت طالب مش بتاع مذاكره خدها في سنه واحده واخلص منها. انما انت طالب مجتهد بتذاكر كتير، كل اللي بتقول لك المدرس حتى لو درجاتك مش قوي بس انت بتذاكر كتير جدا، يبقى كده الجسم مش وحشه بالنسبه لك، الجسم كويسه. لو انت طالب ايه، احنا هنتكلم في نقاط كتير. اول نقطه فيهم ايه؟ اللي انت كطالب مجتهد وملتزم ولا لا؟ نفسيا هل قادر على انك عارف نفسك؟ دي حاجه يحكم بيها الطالب نفسه مش احنا. انت كطالب عايز تخلص من الثانويه باي شكل بسرعه بقى عشان تعيش حياتك والكلام ده وتدخل الجامعه، ولا عادي عندك صبر، عندك طولة بال في المذاكره، بالك طويل في المذاكره، بتذاكر بهدوء وفهم وحفظ وتقدر تنوع، تذاكر يعني تذاكر لما تقسم، تذاكر بقى الماده من اكثر من كتاب. هل انت تقدر على دي ولا ما تقدرش؟ يبقى ليه ما نحكمش عليها احنا؟ دي يحكم عليها مين؟ يحكم عليها المدرس، الطالب نفسه. الطالب نفسه. تمام؟ حلو جدا. يبقى رقم واحد هي انت كطالب مهمل ولا مجتهد؟ احكم عليها دلوقتي واكتبها عندك. رقم 2 ظروف البيت. ظروف البيت دي مهمه جدا جدا. هل احنا كمدرسين هنبقى عارفين ظروف كل طالب يسالنا؟ لا، ظروف البيت ليها دور كبير. يعني ايه ظروف البيت يا ميسيو؟ اقول لك ظروف البيت يعني ايه. اولا، هل البيت بيبقى فيه ضغط نفسي رهيب عشان في اثناء الدراسه؟ هل ولي الامر بيضغط عليك؟ ابوك مثلا بيضغط عليك في المذاكره قوي وهيتعبك، والبيت نفسه بيبقى متوتر نفسيا وعصبيا؟ الحته دي لو موجوده، لا، يبقى انت هي سنه واحده. هتستحمل 2 سنين ازاي؟ دي سنه واحده. ولا ولي الامر عنده هدوء وعنده يعني ايه، يعني ثقه فيك ان انت بتعمل اللي عليك ومفيش مشكله، ومقتنع بموضوع الجسم. لازم يكون مقتنع، ما ينفعش مثلا هو رافض، لازم هو يكون مقتنع بيه. هو عنده مفيش مشكله، سايب لك الامور. عنده برضه، هل انت واثق فيه انه لما اذا جبت مثلا درجه مش اللي هي في السنه الاولى، ده نصيب اصلا ممكن تحصل،
هل ولي الامر بقى مش هيصرف عليك في السنه الثانيه، هيبقى زعلان جدا، هيوتر لك البيت، ولا هو ولي امر مثقف وعارف ان انت طالما عملت اللي عليك وشافك بتذاكر مفيش مشكله، يبقى في الحاله دي هي السنه الثانيه عادي لو ربنا كرمك في السنه الاولى او حصلت حاجات انت ما كنتش تتمناها، السنه الثانيه لا قادر انه يكمل معاك. يبقى دي ظروف البيت. يبقى رقم واحد، هل انت طالب مهمل ولا مجتهد؟ هل انت طالب بتاع مذاكره وتحب المذاكره جامد؟ ورقم اثنين ظروف البيت. النقطتين دول مهمين جدا. رقم ثلاثه لازم تكون عارفها، وبعد كده هقول رايي الشخصي. رقم ثلاثه هي انك لازم تكون عارف ان في برضه انت بتعمل اللي عليك، بس في حسم التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وممكن تبقى عامل حسابك السنه هتسيب فيها 3 مواد، ممكن ماده من المواد اللي تسيبها دي تبقى الامتحان بتاعها سهل جدا، ما تقعدش تندم بقى، لا انت دي توفيق من عند ربنا. انا اعرف طالب حاليا في طب، حاليا دكتور مش في طب كمان، دكتور يعني خلص طب. الطالب ده انا قلت الكلام ده لطلابي قبل كده، الطالب ده قسم ايام ما كان في ثانوي وساب الانجليزي في سنه كان الانجليزي صعب جدا، وخدوا في السنه الثانيه الانجليزي كان سهل جدا، حظه ونصيبه كده. والعكس حصل مع طالبه ثانيه خدت الانجليزي في السنه اللي كانت صعبه دي، يعني قسمت واختارت الانجليزي، والانجليزي في السنه دي كانت صعبه، والسنه اللي بعدها كان سهل جدا. من حوالي 7 8 سنين كده كان يجي مره امتحان انجليزي صعب بعدين انجليزي سهل. طيب يبقى الموضوع ان في توفيق من عند ربنا، انت خلاص انت بتقول انا بعمل اللي عليا، انا بعمل اللي انا شايفه مناسب لقدراتي وامكانياتي. انا طالب مجتهد، رايي بقى الشخصي، لو انت طالب بتحب المذاكره، مذاكرتك بطيئه، عايز تذاكر من كذا كتاب، لان النظام الجديد ده مشكلته في كده، غير زمان ما كنتش افضل الجسم، ولكن دلوقتي النظام ده محتاج انك تذاكر كتير جدا. فلو ظروف البيت تسمح والامور الهادئه والوالد مثقف وانت هتذاكر فعلا وطالب بتاع مذاكره ومجتهد، يبقى الجسم بالنسبه لك كويسه. يبقى مين اللي يحكم؟ انت. لو انت الظروف دي عندك مناسبه، انا بقول لك اهو الجسم كويسه في النظام ده، مع اعتمادك على الله بقى، تعتمد على الله تعمل عليك وخلاص. الجسم كويسه في النظام ده، ايوه ليه؟ بشكل عام بقى انا بتكلم اللي الظروف متاحه بالنسبه له زي ما قلت كده، الجسم افضل، ايوه ليه؟ عشان خاطر عايزه بقى طالب ذكي جدا، وفي نفس الوقت بيستوعب المعلومه بسرعه، ويقدر يذاكر من اكثر من كتاب في نفس السنه. فدي مش الكل يقدر يعملها. فلو انت الظروف النفسيه اللي انا قلت عليها بالنسبه لك كويسه، يبقى الجسم كويسه بالنسبه لك. خلاص؟ وربنا يوفقكم ان شاء الله جميعا، وسيبوها على الله. السلام عليكم.